اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ام يحيى من قناة عالم ام يحيى، ورجعت لكم فيديو جديد. متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك بالقناة لو لسه ما اشتركتيش، وتدوسوا على زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين فيديوهات ايه تاني، وتكتبوا لي كمان كومنتات حلوة كتير، بفرح بكومنتاتكم بصراحة. النهارده بقى كده ايه، رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو ده تكملة الفيديو بتاع امبارح، تمام كده. تكملة فيديو الروتين بتاع أوضة النوم. ما حبيتش ان انا اضم ده مع ده عشان خاطر الفيديو ما يكونش طويل عليكم، بس كان عندي حاجات كتيرة قوي كنت محتاجة ان انا اعملها في المطبخ. قلت اخلص الفيديو ده واصور لكم فيديو جديد كده، عشان ما يكونش، مش بحب الفيديو يكون طويل عليكم. يعني ايه، مش عارفة، بس انا عن نفسي مش بحب الفيديو يكون طويل زيادة عن اللزوم يعني. تمام كده. آه بس كده. هو اصلا يعني الفيديو بتشاف منه دقيقة أو اتنين وخلاص، على كده ما بتشافش أكتر من كده يعني. فما علينا، فحبيت إن أنا إيه أطلع بفيديو تاني. وأقول لكم بقى إيه. طبعا عقبال ما خلصت أوضة النوم، آه هي ما خدتش معايا وقت، بس طبعا ايه اخدت بقى ايه وقت، لان ما كنتش فطرت بصراحة لحد ما خلصتها. لا انا ولا ياسين. فقعدت عملت بقى كوبايتين شاي بعد ما خلصت خالص وفرشته وخلصت معاكم الروتين وقفلت الفيديو على كده. عملت بقى كوبايتين شاي كده وفطرت انا، وكان عندي يعني بقسماط وكده. فعملت كوبايتين شاي كده انا وياسين، وقعدنا نفطره، وقعدت شوية ريحت شوية لأني كنت تعبت بصراحة. لأن أنا عندي لما بطلع الهدوم الشتوي بصراحة باخد وقت كبير. وأنا زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، أنا عندي روماتيزم على رجلي، بس ما بقدرش أقف على رجلي كتير يعني. ما بقدرش أقف فترة طويلة على رجلي، بتعب. فقلت أريح شوية. طبعا ريحت كتير للأسف يعني، ريحت كتير. ودلوقتي يعني الساعة دلوقتي حوالي 5. كان فاضل ساعة بالظبط ويحيى بيجي من المدرسة. يحيى بيجي متأخر لأن مدرسته بعيدة شوية عني. يعني أنا ساكنة يعني منطقة بعد العوايد. تمام كده، أنا ساكنة في منطقة بعد العوايد. اللي من اسكندرية هيعرف المناطق دي كويس جدا. أنا ساكنة في منطقة بعد العوايد. يحيى بقى مدرسته في الشاطبي. يعني الفرق كبير قوي. عشان يوصل للمدرسة وهو رايح بياخد مواصلتين، انما وهو راجع بياخد 3 مواصلات. تمام كده. وهو رايح يعني بياخد من عند بيتنا هنا لحد العوايد، دي مواصلة. ومن العوايد بياخد مواصلة يوديه لحد الشاطبي. وطبعا برضو اللي من اسكندرية هيعرف المدرسة اللي في الشاطبي فين. هو في مدرسة في الشاطبي، هو مش عام، هو صنايع. فهو في مدرسة في الشاطبي صنايع، عند مستشفى الشاطبي كده، قرب من مستشفى الشاطبي. فطبعا هو أصلا بيروح الساعة 12 الظهر، وبيجي الساعة 6. ليه بيجي متأخر قوي كده؟ هي لا، هو بيطلع من المدرسة الساعة حوالي 4 ونص في الحدود دي. بيوصل هنا عندي الساعة 6، عبال بقى ما يلاقي مواصلات ويركب. وساعات المواصلات بتبقى زحمة، ساعات ما فيش عربيات، فبيجيلي متأخر. دلوقتي بقى أنا كنت قعدت بقى وريحت فترة طويلة. فدلوقتي بقى ايه، الوقت جزف معايا، ولقيت نفسي الساعة 5 وما حضرتش حاجة، ولا حضرت الأكل، ولا عملت أي حاجة. قلت خلاص هعمل أكلة بسيطة كده وسهلة. كان عندي كده كام واحدة بطاطس كده هقشرهم. طبعا كان عندي مواعين بالهبل، غسلت المواعين كلها اللي كانت عندي. وبعد كده هبتدي ان أنا ايه اقشر في البطاطس. طبعا يحيى في الوقت ده لسه ما جاش. اليوم ده يحيى اصلا جايلي مش 6، ده جايلي 6:30 كمان. فكنت بسأله بصراحة، اتأخرت ليه؟ المواصلات زحمة والطريق ومعرفش ايه، خدت 3 مواصلات والكلام ده كله. هتسألني ليه وديته مدرسة بعيدة كده؟ بصراحة لقيتها مدرسة كويسة يعني، وماشي الحال يعني. وبعدين معظم المدارس الصناعي هو أساسا مش حابب العام، مش غاوي العام. وبصراحة كده المجموع بتاعه ما جابش عام.
وهو أصلًا من قبل ما يظهر مجموعه هو بيقول لي: "يا ماما أنا حابب أخُش مدرسة صنايع، مش حابب أخُش مدرسة عام." فبس كده، فهو أصلًا مجموعه ما جابش إلا الصنايع، فدخّلته بقى المدرسة دي، وطبعًا المدارس كلّها الصنايع أساسًا بُعاد عني جدًا، فلقيت دي أحسن يعني، فودّيته فيها وخلاص. المهم بقى قُلت بقى أقوم أحضّر الأكل قبل ما هو ييجي، عشان هو بييجي بصراحة رغم إن ساعات باودّيه معاه ساندوتشات، بس هو بصراحة بييجي بييجي تعبان جدًا وجعان جدًا وكده يعني. قُلت بقى أنشّر طبعًا قشّرت البطاطس وسِبتها هاعمل أكلة بسيطة جدًا، 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 وهتستغربوا يعني هتقولوا لي: "يا أم يحيى ده غدا؟" وأقول لِك: "آه ده غدا، كلنا وشبعنا والحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا وكُلّه نعمة الحمد لله يا رب." هنا بقى شوية الغسيل اللي أنا كنت حطيته في الغسالة الحمد لله صلّحت الغسالة الحمد لله أخيرًا، أخيرًا يعني بعد عذاب صلّحتها الحمد لله. المهم دلوقتي بقى إيه، قُلت أنشّر حبّة الغسيل دول إيه عقبال إيه ما إيه، عقبال ما إيه وهاخُش على طول بعد ما أنشّرهم هاعلّق على البطاطس، لإن ما كانش عندي وقت. يحيى لمّا بييجي لي طبعًا طول النهار وهو بيبقى معاه سندوتشات عيش فينو وكده، أنتم عارفين العيش الفينو ما بيشبّعش قد كده يعني، وبيقعد فترة طويلة برّه البيت، فبييجي بصراحة مقتول من الجوع. هنا بقى كنت دخّلت قُلت إيه، أحمّر بقى إيه في البطاطس، قُلت أحمّر في البطاطس من هنا لغاية أمّا هو ييجي يكون حاجتي جاهزة يعني. بس كده. طبعًا هاحمّر بطاطس آآ وح وهاعمل بيض بالبسطرمة، وهاقطّع جنبهم خيار، وهاعمل لهم كده ساندوتشات وياكلوا. كمان جِبت لهم كاتشب عشان لمّا إيه، أعمل لهم ساندوتشات بالبطاطس إيه، هُم بيحبوا لمّا أعمل لهم ساندوتشات بطاطس مثلًا أحط عليها كاتشب. يعني بس كده، مش هاعمل حاجة أكتر من كده. قُلت إيه، أي حاجة ناكلها، لإن كنا جعانين جدًا، وما كانش في وقت بصراحة إن أنا أعمل أكل. بس كده البطاطس اتحمّرت، هابتدي إن أنا أطلّعها. يعني في اللحظة دي كان يحيى يعني كان يحيى بيخبط عليَّ الباب، في اللحظة دي كان يحيى خلاص يعني طالع، كان طلع على السلم في اللحظة دي. بس كده، هاشيل بقى الطاسة بتاعة البطاطس دي وأحط بقى إيه، الطاسة التانية عشان خاطر أعمل البيض. هاجيب بقى هاحط بقى نقطة زيت، وهاجيب وهاجيب البسطرمة أقطّعها وأحمّرها في الزيت. بس كده. عايزة أقول لكم إن أنا أكتر أكلة بتأكّلني هي الأكلة دي، يعني هو الأكل ده ما شاء الله أكتر أكل بتأكّلني حرفيًا هي الأكلة دي، يعني ممكن في الطبيخ ما ناكلش قد كده، ما ناكلش قد كده أو ممكن يبات، يترمى منّه، إنّما الأكلة دي أكتر أكلة بتعجبني وباحبها هو الأكل الشعبي ده. وكنت عايزة كمان أجيب فول جنب الأكلة، بس بصراحة يحيى ما رضاش ينزل يجيب لي وكده، فقُلت ما فيش مشكلة. أنا بقى هاكسر 3 بيضات كده على البسطرمة. بس كده. ما باحبش بقى أقلّب البيض في الطاسة كتير، باحب كده أسيبه إيه، بخيره يعني.
هنا بقى إيه، كان عندي خيارتين بس مش عارفة ليه الكادر مش جايباه أوي كده، بس ما علينا يعني. كان عندي كام خيارة كده في التلاجة، قُلت أقطّعهم إيه، جنب الأكل وإيه، وبعت يوسف يجيب لي كاتشب كده من راجل جنبنا يعني، وخلاص على كده. دخلة سهلة وسريعة كده للمنقذ. أنا لو كان عندي بانيه في الفريزر، يعني لو كان عندي بانيه كنت طلّعت، لإن برضه البانيه برضه من الأكلات المنجزة معايا، الأكلات السريعة المنجزة معايا. بس كده، هاحط بقى حبة ملح وفلفل أسود على البيض وبس كده، هنروح بقى ناكله. وكده الفيديو بتاعنا خلص. متنسيش بقى تعملي لايك للفيديو، اشتراك بالقناة لو لسه ما اشتركتيش، وتدوسوا على زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بس كده، أشوفكم على خير بكرة بإذن الله. باي باي.